السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب وبنات ثانوية عامة، الناس اللي بتدور على كلية طب وعايزة تعرف إيه اللي جوه كلية طب والدنيا فيها ماشية إزاي، وهل فعلا كلية طب صعبة ومعقدة زي ما الناس شايفة، اللي بيخشها كده ما بيعرفش يتعامل وبتاع محشور في الكلية بتاعته، ولا الدنيا فيها يعني بسيطة وتعرف تمشي ده وتمشي ده. فالنهاردة إن شاء الله أول بودكاست هو عن طب، وليه أنا بدأت بطب يعني كليتي وكده، فيعني لازم نبدأ بطب، يعني حقنا يا جماعة. فنرحب كلنا بدكتور محمد مصطفى. ازيك يا دكتوره؟ يلا يا طيب، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. نورنا والله يا حبيبي. الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. عرفنا بنفسك كده وبتاع. انا محمد مصطفى. غني عن التعريف يا باشا، غني عن الله التعريف. يخليك. ربنا يعزك. محمد مصطفى داخل رابعه طب بشري كفر الشيخ، وجاي النهارده مع دكتور خالد يعني عشان اخويا وصاحبي حبيبي. ربنا يعزك. عشان نتكلم عن يعني نجاوب على معظم الاسئله اللي الناس اللي بتبقى داخله طب جديد بتبقى عايزه تسالها وعايزه تعرفها يعني. فان شاء الله البودكاست ده احنا هنغطي فيه ان شاء الله يعتبر كل الاسئله اللي بتيجي في بالك او ما جاتش في بالك ما تعرفش عنها حاجه اصلا، هنغطيها باذن الله. فتابعوا اخر الفيديو. فنبدا باول حاجه وهي عدد سنين الكليه. بالنسبه لعدد سنين الكليه فهي كليه طب 7 سنين، كانت 7 سنين لسه 7 سنين. هو الفرق بس ان هو كان النظام القديم كان 6 سنين دراسه وسنه امتياز. النظام الجديد بتاعنا اللي هو 5+2 5 سنين دراسه وسنتين امتياز في المستشفى. 5 سنين دول بيبقوا مقسومين نصين، 2.5 سنين اكاديمي و2.5 سنين كلينيكال. 2.5 سنين الاكاديمي بتدرس فيهم مواد اكاديميه اللي هو 8 مواد، اناتومي فيسيولوجي باثولوجي وهكذا. يعني مش عايز اعقد الدنيا من دلوقتي. تشريح بقى ايوه، الاناتومي اللي هو التشريح، الفسيولوجي علم الوظائف، الباثولوجي علم الامراض وهكذا. فدول في 2.5 سنين الاكاديمي. 2.5 سنين الكلينيكال بتدرس بقى اللي هي المواد اللي هو مخ واعصاب، باطنه، جراحه، جلديه، نفسيه، المواد دي كلها. تبص في الحاجات دي بقى في اللي هي التخصص، تبدا يعني الاسامي اللي بتشوفها على اليافط بتاعه الدكاتره. طيب ايه الفرق بين النظام القديم والنظام الجديد؟ ليه كان 6 سنين وبقى 5؟ هو الفرق ان احنا بقينا بندرس الطب بطريقه مختلفه شويه، ان احنا بقينا بناخده ك سيستمز او اللي هو الاجهزه، ندرس اجهزه الجسم. يعني مثلا هناخد مثال السي في اس اللي هو الكارديو فاسكولار سيستم. لا ماهوش ده. ايوه كان ابحاث ان عندنا كان كورونا. بالظبط. فالجهاز ده مثلا كنا بندرس فيه القلب والاوعيه الدمويه. فانت بتاخد بقى تطبق الثمان مواد اللي انت بتاخدهم دول على الجهاز ده. بتمسك الجهاز ده تفصصه، تاخد الاناتومي اللي هو التشريح بتاعه، تاخد الباثولوجي علم الامراض فتشوف الامراض اللي بتيجي في القلب، الامراض اللي بتيجي للاوعيه الدمويه وهكذا. بتبدا تشوف الفسيولوجي اللي هو الوظائف بتاعته، القلب شغال ازاي، بينبض ازاي، كل الكلام ده. فبتمسك سيستم في الجسم تخلصه في الثمان مواد دول، وبعدين تمتحن عليه. ما هو ده بيبقى اسمه موديول. انت بتاخد موديول بتاخد فيه سيستم تخلص فيه الثمان مواد، وبعدين تمتحن في الاخر عملي على الموديول ده، تمتحن اند موديول وبعدين تركنه وتاخد موديول بعده في مثلا في شهر 5 أسابيع على حسب على حسب مده الموديول او على حسب السيستم نفسه، يعني تقيل قد ايه او يعني وقت قد ايه يستوعبه وهكذا. فبتدرسه برضه تاخد فيه الثمان مواد وبعدين تمتحن عليه عملي واند موديول وهكذا. وتيجي في اخر السنه او اخر الترم تمتحن فاينل بقى على كل دول. تمتحن فاينل على كل دول، تمتحن الثمان مواد بتوع الكارديو فاسكولار او بتوع القلب والاوعيه الدمويه، تمتحنهم في ورقه واحده، تاخد برضو الثمان مواد دول تمتحنهم، يبقى المديول ده وهكذا. شوف خدت المديول اللي بعده ايه، مثلا خدت بلاد، خدت ريسبيراتوري، جهاز تنفس وهكذا. فبتمتحن عليه وبس. يعني هو بتمتحن عليه عملي، بتمتحن عليه اند مديول، وبتيجي في اخر الترم او اخر السنه تمتحن عليه فاينل. الخلاصه يعني ان انت بتبقى ماشي سيستم او جهاز التنفس لوحده، جهاز القلب مثلا، جهاز بالزبط. مثلا اللي اتكلم عن الدم مثلا، مكونات الدم ولا بتاعه الدم، كل واحد من دول مثلا بتاخده في شهر، وبتيجي في الاخر تمتحن على كل ده تاني في الاخر. اما الموضوع عامه بيبقى سهل يعني مش صعب. اللي هو صعب، الموضوع بيبقى منظم شويه، يعني بيبقى منظم شويه عن قبل كده. ان انت قبل كده كنت بتاخد مثلا اناتومي، بتاخد اناتومي بتاع كل الاجهزه مره واحده، وبعدين تبقى انت كده خلصت الاناتومي او خلصت التشريح. تاخد ده النظام القديم. انما النظام الجديد بقى التقسيمه مختلفه شويه، كله متربط ببعضه، فيعني اسهل شويه واحسن يعني. بالظبط. طيب بالنسبه بقى للمذاكره بتاعه الطب ذات نفسها واللي المتعارف عند الناس
ان مذاكره الطب معقده والدنيا تقيله وبتاع، واللي بيخش طب ده يعني ايه بيتسحل كده في ناحيه لوحده، ما بيعرفش يشم هوا ولا بيخرج ولا بتاع الكلام ده. فايه الدنيا في المذاكره بتاعت الطب والكلام ده كله؟ بص يعني انا هكون صريح معاك برضو، يعني هو مذاكره الطب يعني اصعب من مذاكره اي كليه تانية. يعني هو بصراحه يعني المذاكره بتبقى تقيله، المنهج بيبقى تقيل. انت الى حد ما في معظم الكليات التانية بيجوا مثلا اسبوعين قبل الامتحان، اسبوع. في ناس بتقعد ليله الامتحان تذاكر المنهج كله وتخش. انت عندك كل يوم في الترم ليله امتحان، فانت انت حرفيا لو في فتره كده يومين ثلاثه اتمرقعت فيهم شويه بيتراكم عليك. بس برضو يعني ما تاخدش الدنيا كلها ضغط. يعني لازم هيبقى في وقت، انت في وقت هتبقى محتاج تفصل فيه فعلا. هيبقى في وقت انت هتحس ان هو انا عايز اذاكر والله يا جماعه، بس مفيش يعني معلومات مش بتخش. انا اعمل ايه؟ انا لو عليا والله انا عايز اقعد على الكتاب بس مفيش. فانت بتبقى محتاج تفصل. فانت بتحاول تحط ان انت مثلا في يومك لو هتلعب رياضه مثلا ساعتين مثلا او ساعه في اليوم ترفه بيها عن نفسك. مثلا يوم في الاسبوع تنزل خروجه مع اصحابك. يعني حاول برضو تسيستم دنيتك ان هو ما يبقاش كله ضغط، عشان يعني الناس اللي بتبقى زي فكره ثانويه عامه، طالعين من ثانويه عامه برضه فاهمين الدنيا يا جماعه. الناس اللي بيدخل ثانويه عامه في الاول اللي هو انا هقطع الكتب واشتري 7 ملخصات في كل ماده والمش أيوة. الناس دي خلاص هو اسبوعين 3 شهر شهرين وهتلاقي خلاص الدنيا وقعت معاه. لا انت برضه الموضوع يبقى فيه مرونه كده، يبقى فيه فلكسبيليتي في المذاكره. ان هو انا هذاكر بس مش هاجي على نفسي قوي عشان ما اتقفلش من الكليه. في نفس الوقت انا ما ارقعش كتير واسيب مذاكرتي. حاول توصل دنيتك كده والدنيا يعني ربنا ييسرك. تبقى وسط في المذاكره. يعني الخلاصه بتاعت الكلام ان انت اليوم بتاعك انت خدت محاضره النهارده هتذاكرها، لو سبتها وما ذاكرتهاش هتتراكم اليوم اللي وراه. انت كده اليوم اللي وراه خدت كام محاضره، فكده بقى في محاضرتين. لو هتعرف تجيبهم ماشي، بس ده مش الاحسن. يعني الاحسن ان انت خدت محاضره تذاكرها. دي نقطه مهمه جدا اللي هو فكره ان انت ما تراكمش. يعني حاول ما تراكمش. اوحش حاجه هتعملها يعني بعد عقوقك لوالدينك ان انت تراكم محاضرات. يعني صعب كده. ايوه هتيجي في الاخر هتلاقي ان الدنيا ضغطت معاك جامد. انت عايز تلم فهتضطر مثلا هتكروت في مذاكره فلا ليه؟ انت هتضغط نفسك اصلا، ولو عرفت تلم فانت هتبقى مضغوط نفسيا واعصابك فليه؟ انا من الاول احاول ان انا ما اراكمش على نفسي، اذاكر اول باول. المحاضره يعني اليوم اللي هتزنق فيه ويبقى ورايا 700 حاجه، على الاقل خالص انا ابقى سامع المحاضره وقاريها كده بس، يعني قرايه، وابقى ارجع اذاكرها مثلا لو انا مضغوط قوي اذاكرها تاني يوم اذاكرها وهكذا. بس ما راكمش عليا، الموضوع هيأزم معايا جامد. حته الناس داخله بقى طالعه من ثانويه، طبعا هم طول ال 14 سنه اللي فاتوا عمالين يذاكروا عربي عربي عربي، الكلام كله بالعربي. فانت داخل بقى دلوقتي المواد كلها انجليزي، فدي هتبقى ازمه كبيره قوي للناس اللي في اول شهر اول شهرين. ايوه هو فعلا المشكله دي كانت يعني واجهتنا قابلتنا كلنا وكده. في ناس اصلا كانت بتترجم بالعربي. والله كنت تشوف كتب ناس زمايلنا تلاقيه كاتب فوق الكلام بالعربي اللي هو مترجم كلمه تيشو. لا ايوه بالظبط بالظبط. بص هو انت في الاول هتبقى المشكله دي مأزمه معاك، وهتقعد يعني تقريبا هتبقى بتذاكر فاتح الكتاب وفاتح جنبه اي ابلكيشن بتاع ترانسليشن بتترجم منه. بس ماشي هتترجم كلمه هتترجم كلمه كلمتين، بس حاول ان انت تعود نفسك على الانجليزي، لان جو ان انا اترجم الكلام فوقيه وكده ان انا اترجم الكلام فوقيه لا ده بعد كده مش هينفع خالص. ايوه بالظبط. ايوه فهو الموضوع ان شاء الله يعني متيسر برضه. هو انت في الاول كده اول شهر ولا 2 عبال ما تاخد على النظام هتمشي عينك، هتتعود بعد كده على مذاكره الانجليزي. حتى انا فاكر كان لما جينا ندرس الفورنزيك اللي هو الطب الشرعي، كان في حاجات احنا لازم ندرس معناها بالعربي، لان انا بكتب تقرير كان في الطب الشرعي ده ان انا بشوف مثلا الجثه وبعدين اشوف اسباب الوفاه وكده، فبكتب تقرير بيشوفوا وكيل النيابه وكده، فما ينفعش اكتبه بالانجليزي. ايوه بالظبط. فكان في الفورنسيك ده كان ادونا كتاب قاموس انجليزي عربي عشان انا عارف الكلمه بالانجليزي بس مش عارف معناها بالعربي.
وده بجد كان يجي يقول لك ان مش عارف في الايد دي الجهه الوحشيه، دي جهه انثيه، فانت دارس الحاجات دي بقى لاترال وميديال وكلام انجليزي ولاتيني، فانت مش عارف معناه بالعربي، فهتلاقي ان بعد كده انت اتعودت على الانجليزي لدرجه ان انت العربي انت مش عارف تمشي فيه. مش عايز تذاكر عربي اصلا. يعني الموضوع هيأزم معاك سيكا، فاهم؟ مع تعودك فعلا على مذاكره الانجليزي في طب بالذات هتلاقي نفسك العربي ده بالنسبه لك ايه ده، مش عايز اذاكر عربي يا جماعه، خد العربي ده من قدام، انا عايز انجليزي. ايوه هتبقى اتعودت، هي الفكره، هي المساله كلها تعود. انت قبل كده كنت متعود بتذاكر العربي بالعربي، او يعني بتذاكر دراستك بالعربي، بس بعد كده انت دراستك بقت بالانجليزي، فهتقعد شهر ولا اتنين هتتاقلم هتتاقلم وهتتعود على كده. هتمشي ان شاء الله وتيسر يعني. بالنسبه بقى لاسلوب المذاكره ذات نفسه، فالمذاكره في طب عامه هي سهله مش صعبه يعني، بس الدنيا فيها بتبقى لذيذه شويه. انت بتعيش مع الكتاب، بتعيش مع المعلومه، انت خدت المعلومه يقول لك مثلا شكل العضله الفلانيه دي كذا، شكل مثلا عضله الترايسبس لها مثلا 3 هيد، فانت بتبص بقى تتخيل شكل العضله ماشيه ازاي، تشوف اللونج هيد الشورت هيد مش عارف ايه، وتجرب على جسمك وتجرب وتجيب قلم. والله العظيم كنت بجيب في الماسكولوسكيليتال اللي هو بتاع العضلات بتاعه الجسم، انا كنت كاتب على دراعي، يعني كاتب هنا دي البراكياليس، دي البايسبس، وهكذا، وكاتب على ايدي عشان اعرف اعلم رايحه جايه منين ورايحه فين، تروش نفسك اللي حواليك وكده. ففي متعه في الموضوع، انت مش مجرد ان انت بتذاكر معلومه وخلاص راحت لحالها، لا ده انت بتستمتع بيها وبتشوف بقى على ايدك وعلى جسمك زي ما احنا بنقول كده. في برضه جزء كمان في المذاكره ان انت مش اي معلومه تعدي عليك كده تقراها وخلاص، لا انت في معلومات تلاقي نفسك بتقراها فعلا، وفي معلومات لا بتقف عليها وبتحفظها وبتفهمها لانها ممكن تجي لك في امتحان او كده وتجاوبها يعني. هو من احسن الطرق برضه في المذاكره ان انا بقرا المعلومه. انا مثلا عندي خدت المحاضره الفلانيه في الكليه، فانا ارجع هقرا المحاضره مره واتنين، فبعد المرتين دول على الاقل انا ثبت في دماغي عناوين رئيسيه، الحاجات برضه رتبت المعلومه في دماغي. بعد كده بقى همسك الورقه وقلم واذاكر الحاجات اللي هي بيبقى فيها كذا نقطه فانا محتاج احفظهم وهكذا، ورقه وقلم. بس انا على الاقل رتبت المعلومه في دماغي من القرايه دي، وحصلت جزء كبير من المعلومات وعرفت ايه المهم وايه اللي مش مهم اللي هركز عليه في المذاكره. في نقطه مهمه كمان، ركز على الكلام اللي الدكتور بيقوله. الدكتور لو قال لك خد بالك من دي خلاص يبقى خد بالك من دي فعلا هتيجي في الامتحان، خدي بالك من النقطه دي، لا خدي بالك فعلا من النقطه دي انها هتيجي في الامتحان وهتقابلك، فالنقطه دي ركزوا فيها. اصل هو منهجك يعني النقطه دي مهمه جدا. كويس ان انت رحت ليها، ان هو انت منهجك كان قبل كده اللي هو كتاب الوزاره بتاعك في الكليه هو اللي الدكتور بيقوله يعني. انت اصل انت هتخش الكليه الموضوع مش متحدد يعني. هو قبل كده كنت هتجيب كتاب مثلا انت محتار بين كتاب الامتحان وكتاب مش عارف ايه وهكذا مش عارف مين. ايوه ماشي، بس في الاخر انت عندك منهج الوزاره حطاه. انت في الكليه بقى لا، ده انت هتلاقي في كتاب مش عارف الجراحه بتاع وائل موافي، كتاب جراحه تاني بتاع كتاب اسكندريه، كتاب القسم بتاعك في الكليه. هتلاقي فيه كتب كتيره جدا، والناس وزمايلك بيشتروها، وخناقات بقى وانهي كتاب احسن ويسالوا الدكتور. انت بتبقى ملزم، اهم حاجه تحدد مصدر ثابت انت بتذاكر منه. لو في معلومات زياده الدكتور بيقولها تكتبها في الكتاب بتاعك ده برضه، عشان لما هتيجي تراجع بعد كده قبل الامتحان ولا كلام من ده تبقى عارف انا ذاكرت منين، والدنيا عندك ثابته، ما ذاكرش كل محاضره من حته عشان هتوه بعد كده لما اجي اراجع. وان سورس المذاكره. ايوه بالظبط. في بقى حاجه كمان يعني افتكرتها دلوقتي. كنت في ثانوي في السنين اللي فاتت كان في بقى مدرس بيحط لك امتحانات، بيديك مذكره تذاكر منها، بيسهل عليك. الكلام ده مش في الكليه خلاص، ما فيش الكلام ده، انت اللي بتلخص لنفسك، انت اللي بتحفظ نفسك، انت اللي بتذاكر لنفسك، انت اللي بتعمل اسئله لنفسك وبتجاوب عليها، كل ده انت اللي بتعمله لنفسك حرفيا. فانسى دلع ثانويه ودلع الكلام اللي فات ده، مع خلاص دلوقتي اللي كان بيقول لك اتعب في ثانويه تفتح في الكليه، لا ده انت اطلع عينك في الكليه. والله برضه بتختلف في دكاتره يعني، برضه نقول لنا واللي علينا. في دكاتره بتلاقيه مسهل لك الدنيا، بيقول لك ذاكر من الكتاب الفلاني ومش هيطلع منه الامتحان، مش عارف ايه، ويجي يديك اسئله مثلا تتمرن عليها. برضه ممكن في ناس بتنزل لك اسئله وبيجي منها ينزلك. هو كده برضه نقطه مهمه جدا ان انت عود نفسك ان انت انا خدت المحاضرات بتاعتي هذاكرها، هحاول اذاكرها مره كمان وهراجع عليها قبل الامتحان واحل عليها اسئله. ده عشان انا ابقى داخل الامتحان ماسك المنهج كويس جدا. الدنيا زنقت فانا خلاص انا متعود هاخد المحاضره بذاكرها، هراجع عليها مره قبل الامتحان
واحل برضو اسئله، يعني هتلاقي في اسئله كتير تدريبات بقى، اسئله السنين فاتت، اسئله حاجات دي برضو بيجي منها كتير في الامتحان وبتبقى مفيده ان انت تراجع المعلومه. نقطه فرقت معايا جدا جدا في اخر سنتين تقريبا او سنه ونص، ان انا كنت يوم الامتحان الصبح ده انا بتحاول ان انت تصحى بدري وتقرا المنهج. انت امسك الكتاب، انت خلصت مذاكرتك، خلصت اللي عليك، انت مش هتصحى بقى تحل اسئله، مش هتصحى مثلا لو في حاجات انت اسئله بتلخبط سايبها ترجع عليها، ماشي هترجع عليها، بس اهم حاجه ان انت هتمسك المنهج تقراه قرايه جرايد. انا ماسك المنهج قاعد بقرا كده والله طيب تمام. الارتري ده بيروح للعضله دي، جميل جميل. تذكر نفسك القرايه دي قرايه جرايد كده بسرعه، تعدي على المنهج، تقرا كتير على قد ما تقدر، هتفرق معاك جدا لما تدخل الامتحان. الموضوع ده بيفرق جدا وانت في الامتحان، يعني عشان في حاجات بتبقى صغيره كده هي سقطت منك في المذاكره، او انت ذاكرتها بس مش مركز قوي، او يعني واقعه منك، فالقرايه دي بتجيب حاجات كتير جدا. نطلع لسؤال تاني، وهو عايز ايه في فتره الكليه؟ سؤال جميل. عايز ايه في فتره الكليه؟ بص، هو برضو خلينا صحيحين ان انت 80% تقريبا او 70% من معلوماتك كطبيب هتاخدها بعد الكليه، سواء في الامتياز اصلا يعني سواء في الامتياز او في الزماله، او يعني على حسب السكك اللي احنا هنتكلم فيها بعد الكليه. بس فتره الكليه انا عايز منها ايه؟ انا عايز درجات. انت داخل الكليه، انت عايز تجيب درجات، انت بتذاكر، بتشد، بتفهم عشان تجيب درجات، عشان تبقى مرتاح بعد كده في ان انت مثلا لو عايز تتعين في الجامعه، تاخد نيابه جامعه، بيبقى ليها افضليه في حاجات برضو. وعشان بعد كده لما هتيجي تختار التخصص، برضو التخصص بيبقى تنسيق زي تنسيق ثانويه عامه كده. بيبقى زي تنسيق ثانويه عامه كده، ان هو انا بتقدم على التخصصات وعلى حسب مجموعك هيجي لك التخصص، فعشان تبقى مرتاح برضو ان انت تاخد تخصص انت حابه او تخصص عايز تشتغل فيه. بالنسبه للناس مفكره ان انت مثلا حابب عظام، فانت هتخلص كليه هتلاقي العظام جات لك. لا، هي ما بتمشيش كده. هي بالظبط عامله زي ثانويه عامه. شفت انت لما خلصت ثانويه كده، كتبت انا عايز مثلا بشري الاول، بعدين اسنان، بعدين علاج، وفي الاخر مثلا اتفتح لك علاج طبيعي، ما لحقتش لا بشري ولا اسنان، وفتح لك علاج طبيعي. ليه؟ انت مجموعك جابها لك. هكذا انت مجموعك هيجيب لك تخصص معين. انت بتكتب رغباتك، كتبت مثلا عظام، كتبت مثلا عظام نساء وتوليد، كتبت مثلا انف واذن، بتفتح لك انف واذن. طب اللي فوق ده كنت عايزه خلاص ما جالكش، خلاص مش بتاعك بقى. انت بتقديرك او بمجموعك هيتفتح لك تخصص معين. المجموع التراكمي في ال5 سنين بالظبط. خلال ال5 سنين مجموعك هو اللي هيفتح لك التخصص اللي انت هتخش ان شاء الله. نتنقل لنقطه ثانيه، وهي نقطه الامتياز بقى. سنتين الامتياز اللي هم اي حد في اي طالب طب يعني مستني السنتين دول يشتغل فيهم بقى وياخد مرتب وخبره وبتاع. فايه الدنيا السنتين دول؟ ما انا بقول لك، هو النظام الجديد بتاعنا اللي هو بيبقى 5 سنين الدراسه، سواء اكاديمي او كلينيكال خلصناهم خلاص، فبيبقى بعدها سنتين امتياز. سنتين الامتياز دول بيبقى الغرض الرئيسي منهم ان انا باخد خبره. انا بنزل باخد مثلا 3 شهور في عياده العظام، باخد مثلا 6 شهور في المخ، وهكذا. والنساء والولاده بلف على العيادات كلها كل شهر او شهرين. انت بتلف في كذا تخصص. بتلف في التخصصات كلها. بتبقى ممارس عام، بتنزل بتسمع الاول، بتبدا تتعلم. برضه عشان الناس بتبقى داخله مستعجله على موضوع المستشفى ده من اول سنه اولى، يعني خلاص بقى دكتور العيله، فلازم ينزل يجيب السكراب والسماعه وينزل المستشفى وخلاص بقى دكتور العيله وكده. ايوه بالظبط. يعني ما تستعجلش على الموضوع ده. احنا النظام الجديد بتاعنا انت 5 سنين دراسه ومعاك سنتين امتياز، يعني سنتين امتياز هتنزل فيهم مستشفى، هتلف ولو عايز تنزل مستشفى في الاجازه ماشي، انزل مستشفى في الاجازه، هيبقى حاجه كويسه برضه هتفيدك، بس مش في الدراسه. لان زي ما قلنا احنا الدراسه انا عايز اجمع فيها درجات، فاحاول ما اشغلش وقتي بموضوع المستشفى ده، لان كده نزول المستشفى هيجي. بالظبط. انت معاك سنتين امتياز بتنزل فيهم المستشفى، وبتقبض مرتب كان دلوقتي تقريبا 2500 جنيه بيتخصم منه. بيتخصم منهم بتاع 300 400 يعني بيصفصفوا على 2000 جنيه 1960 حاجه كده يعني. مواصلاتك في الاخر. ايوه مواصلات وسندوتشين فول يا عم حلوين بيضه والله. يعني بيبقى الغرض الاساسي من الامتياز ان انت بتاخد خبره، يعني بتلف على التخصصات كلها وتجمع خبره. الدنيا عامه بتبقى لذيذه في الامتياز شويه، ما عادش في مذاكره بقى. بيبقى عندك وقت، يعني يعني برضو ناس كتير بتقول لك ان هو فتره الامتياز دي بتحاول تستغلها
في كذا سكه. فواحده من السكك دي ان هو في ناس بتبقى بتفكر في جواز اصلا واحنا عندنا الامتياز ده موسم تزاوج الاطباء. فيعني من بيبقى يعني الامتياز عشان بيبقى فيه وقت شويه عن قبل كده. ففي ناس بتنزل شيفتات في مستشفيات تانية او تنزل في مستشفى خاص تجيب فلوس عشان مصاريف الجواز والخطوبه وكده. انا بس بقى خلاص فايه. ايوه بالظبط. فبيبقى محتاج فلوس. انا بس بقى خلاص. بيبقى في ناس مثلا عايزه تذاكر معادله امريكيه او تعمل زماله بريطانيه او كده، بيبقى برضه تنفع جامد بعدين. ايوه يعني بيبقى في ناس بيبقى سكتها اصلا ان هو لا انا مش عايز اتعين في الجامعه، مش عايز اتعين في وزاره الصحه، انا عايز اسافر. انا يا عم البلد دي احسن من غيرها بس انا عايز غيرها. فتلاقيه هو خلاص هو بيذاكر لمعادله امريكيه، بيذاكر عشان يطلع بريطانيا مثلا، عايز يعمل زماله وهكذا. في ناس بتبقى حابه انها تسافر، في ناس لا. في واحد صاحبي بيستحرم اصلا ان هو يسافر، يقول لك انا هسافر بقى وبلدي محتاجه دكاتره ومش عارف ايه. طب والناس الغلابه مين هيعالجهم ومش عارف ايه. ده الناس دي يا ابني قلت دلوقتي. ايوه بعد الكليه معروفه بقى، يا اما هتاخد تكليفك في الجامعه لو انت من 100 الاوائل او 150 الاوائل على حسب يعني. بتاخد تكليفك في الجامعه، تاخد نيابه جامعه وهكذا. او بتاخد تكليف تبع وزاره الصحه وتكمل برضه. وكده تقريبا نبقى غطينا معظم الاسئله اللي الناس اللي بتبقى داخله طب جديد بتبقى عايزه تعرفها وبتبقى في دماغها يعني وكده. وعلى العموم لو في اسئله تانية برضه عندكم ممكن تسيبوها تحت في الكومنتس، والدكتور خالد ان شاء الله يبقى يجاوبها. مين؟ انا هجيبك تاني يا باشا تيجي تجاوب لهم على اسئلتهم عايزين. يا باشا عينينا ليكم حبيبي يا باشا. الله يعزك. الناس اللي ما عملتش لايك بقى وسبسكرايب وشير والكلام ده ظبطوا الراجل يا جماعه. تعبانين والله معاكم. استنى ان شاء الله البودكاست الجاي هيبقى عن كليه اسنان فسون. وبكده وصلنا لنهايه البودكاست بتاعنا، ونورتني يا باشا. حبيبي طيب انا اللي اتشرفت بيك حبيبي. استمتعت والله جدا بالوقت معاك وبالكلام يعني، وانتوا اكيد استمتعتوا برضه بالبودكاست الجميل. ربنا يعزك يا رب. فان شاء الله في بودكاستات جايه كتير الفتره الجايه، فاستنونا الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سمعوا معانا يا اولاد. عايز ايه فصل الكليه؟ عايزين نسمع الفصل اللي جنبنا. يا عم النسكافيه خلص يا عم، ما فيش فيه فيلم. اخر شويه كانوا قلبوا معايا ايس كوفي بس ما حدش واخد باله. اطلع بالنسكافيه يا ابني. اقسم بالله جيبك بلبوس. سيبني ده انت هتتدلع. ولا لايك يعني. ولا اوعى تنزل لي حاجه وانا دمي تقيل فيها والله العظيم. اكتر اخش اعمل لك هعمل ريبورت على القناه والله بجد.